دلوقتي اتفضلوا هندخل على حجرة الدفن اللي احنا قلنا عليها قبل كده. برضو هنلاقي هنا الصالة دي في نقوش كتيرة منها برضو بتبين الحياة اليومية للمتوفى، وهنلاقي في اغلبها زي ما احنا شرحنا قبل كده مناظر بتمثل الرعي، ومناظر بتمثل اصطياد الحيوانات في احراش الدلتا، ومناظر بتمثل الصيد، كلها اشكال اللي احنا اتفقنا عليها، ومناظر بتمثل الحرث ازاي يحرث الارض، كلها بتمثل الحياه اليوميه. وهنا بيظهر صاحب المقبره في شكل طبيعي قاعد على الكرسي بتاعه وبيتابع حياته اليوميه اللي هو كان متعود عليها. دي كان بيتحط فيها تماثيل صغيره صاحب المقبره. دي المقبره بتاعت دي مقبره دي لا، دي تكمله المقبره، حجره الدفن بقى تحت هنا بس مقفوله. ما هي مقسومه نصين، الجزء اللي هو المبني اللي احنا فيه دلوقتي والجزء اللي هو منحوت في الجبل تحت، وده مقفول. يعني اللي موجود دلوقتي باب وهمي، ابواب عباره عن ابواب وهميه. هو ايه المكان ده كان؟ المكان ده كان ممكن يتحط فيه تماثيل صغيره لاصحاب المقبره، او ممكن كان بيتحط فيه نوع من الاضاءه للمقبره. يعني كان ممكن يتحط فيه اي حاجه كنوع من الاضاءه يعني جوه المقبره. كان مثلا انواع من الشمع المعين او حاجات يعني شموع معينه كان بيحطها. وانا عندي سؤال، هو البيبان دي يعني جديده، يعني مش حاجه كانت موجوده زمان؟ لا، الابواب ديت دي حديثه بس كنوع من التامين للمقبره، انما هي اصلا ما كانتش موجوده. يعني احنا حطيناها كنوع ان هو مثلا منع ان اي حد مثلا يتلاعب بالنقوش او يعمل اي حاجه ممكن تاثر على النقوش الموجوده جوه المقبره، كنوع من الحمايه يعني. هو كان ايه الحاجات اللي كانت موجوده هنا قبل ما يجي؟ برضه كان بيتحط فيها قرابين برضه المتوفى. لا انا اقصد لما جم اكتشفوا المقبره كان فيها مومياوات بس؟ ما كانش فيها مثلا تماثيل؟ اكيد كان فيها اشياء ثانيه بس بتتنقل المخازن، يعني احنا بننقلها المخازن او المتاحف تحت ارقام معينه وتحت اشياء معينه بحيث تتعرف معايا. يعني انت لما تروح مثلا هتلاقي ارقام معينه خاصه بمقبره الاخوين، بتلاقي الديسكريبشنز بتاع الاثر نفسه بيوضح ان دي خارجه من المقبره كذا في سقاره او وبتخص كذا كذا كذا. طب وليه السقف ده قريب وهنا ما كانش فيه سقف وبره كان السقف بعيد؟ احنا زي ما قلنا ان بره ما كانش فيه سقف، فهنا كان بتخضع لاشياء هندسيه.
يعني ممكن كان لو لاحظ ان هي عباره عن كتله صلبه واحده مش متقسمه، فده ممكن يكون ان المهندس او اللي عمل المقبره كان واجه صعوبه ان هو يرفعها، فاضطر ان هو يفحتها جوه الجبل وانه يكمل مقبرته جوه الجبل. وزي ما قلنا هي مقسومه لجزئين، جزء مبني وجزء مفقود في الجبل نفسه. طب وايه اللي كان بيفصل بين الاوض؟ ما كانش في حاجه بتفصل بين الاوض. كانش يعني احنا هنلاحظ ان هو كان بيعمل عتب على شكل سعف النخيل. يعني المصري القديم كان بيحاول يعمل محاكاه للعناصر النباتيه في العماره بتاعته. فلما نلاحظ ان سقاره هو ليه مجموعه سقاره يعني اهم مجموعه زوسر، لانها في الفتره دي المصري القديم كان بيبني اشياءه كانت يعني المباني بتاعته بيعتمد على العنصر النباتي اكتر، اللي هي النخيل، سعف النخيل واشجار النخيل. فهنا المهندس العظيم امحوتب بنى، انتقل من المباني بالشكل النباتي للمبنى بالشكل الحجري. فتعتبر مجموعة زوسر من أكمل المجموعات الأثرية المبنية بشكل الحجري. طيب انا عندي سؤال، هو ده حاجات على شكل طوب، اكيد ما كانش فيه زمان حاجه يلزقوا بيها يعني، فده حاجه مسموكه ولا؟ لا هي كل اللي بنشوفها، معظم اللي بنشوفه هنا دي كلها ترميمات. يعني المقبرة زي ما قلنا اتعرضت على مدى مئات السنين من اكيد تعرضت المناظر للتلف مش عارف ايه، فاحنا بنحاول نعمل لها ترميمات بحيث ان احنا نحافظ على قد ما نقدر على النقوش اللي كانت موجوده. طيب انا عندي سؤال، هو ده كان يعني حاجات على شكل طوب وكده، كان هما مفيش حاجه يلزقوا بيها يعني، فهو ازاي جوه الحجر جوه الجبل قصدي وعاملينه كده؟ المصري القديم في النقش هنا كان بيفرد طبقه من الجص على الحجر ويعمل النقوش عليها، كان ياخد ابعاد الرسم بطريقه معينه بشكل معين ويبدا ان هو يشكلها عشان تظهر بالشكل ده. ففي هنلاقي نقوش مفحوته جوه الحجر نفسه، وهنلاقي نقوش بارزه لبره كان بيعملها بطبقات من نوع من الجص اللي هو الجبس. انا عندي سؤال، هي دي النقوش دي تدل على الحرب؟ لا، احنا لو بصينا هنلاقي ان الخط الازرق اللي تحت ده متلونه بالقلم ده بيمثل نهر النيل. فالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده بيمثل منظر الصيد. فهنلاقي مجموعه من الصيادين باشكالهم اللون المتعارف عليه عند المصري القديم بيحاولوا يصطادوا. هنلاقي اشكال معينه من السمك. هنا منظر بيمثل اصطياد افراس النهر في مصر القديمه، وبيحاول يسحبوا يحطوا على المركب بتاعته. فهي وهنا هنلاقي برضو صاحب المقبره في المركب بتاعته في احراش الدلتا، منظر بيمثل برضو الصيد. هي ايه دي؟ دي القاب. الشكل ده بيمثل علامه الحوتب، خنوم حوتب. الشكل ده بيمثل هنا على شكل نص رغيف العيش، خنوم حوتب بمعنى الذي يرتاح فيه حوتب. وهنلاقي برضو من اهم المناظر هنا منظر بيمثل الاخوين. هنا عشان كده احنا قلنا المقبره دي اسمها مقبره الاخوين، وده منظر فريد ما اتكررش في الحضاره المصريه. منظر هنا بيمثلهم هما بيحضنوا بعض، وده بيأكد مدى علاقتهم ببعض او مدى ارتباطهم وحبهم لبعض. المهندس اللي عمل المقبره دي حصل صح؟ لا يعني مش ما فيش فكره بالظبط مين اللي بنى المقبره. لا بنحطه ان عمل مجموعه
ولو بصينا هنا هنلاقي ان المنظر برضو متكرر زي ما شفناه بره. برضو بيظهر الاخوين نفس المستوى وبرضو ماسكين ايد بعض، وبيظهر مدى العلاقه الوثيقه ما بينهم. طب هو ايه الفتحه دي؟ يعني كانت دي كنوع ممكن تكون كنوع من الاضاءه جوه المقبره، وده هو الجزء المنحوت في الجبل. هو ده الجزء المنحوت في الجبل. وهنا بيظهر الابواب الوهميه، والابواب الوهميه كان ليها وظيفه عند مصر القديمه. احنا هنا دلوقتي موجودين قدام الباب الوهمي، او بيعرف عند الاسريين بالباب الوهمي. ايه هو الباب الوهمي بنقول عليه هو جسر يربط بين عالم الاحياء وعالم الاموات. على طول هنلاقي في معظم المقابر المصريه القديمه اللي هي بنعتبرها بيت الابديه بالنسبه لمصر القديم، الباب الوهمي. الباب الوهمي زي ما احنا شايفين، ليه سموه باب وهمي؟ لانه بيبان كباب عادي بس ملوش فتحه. فاعتقد المصري القديم احنا كاثريين او كان في اعتقاد ان هو ربما لتضليل اللصوص، ولكن يعني نظريه مش صحيحه، ما تتناسبش مع العبقريه الهندسيه والفنيه للمصري القديم بالنسبه للباب الوهمي. فهو كاعتقاد ان هو الباب الوهمي بالنسبه للمصري القديم كان بيمثل نوع من السيمتريه. يعني ايه سيمتريه؟ السيمتريه عند المصري القديم هي نظريه بتعتقد في وجود كون اخر هو مرآة معاكسه للكون اللي احنا بنعيش فيه، اللي احنا بس ده صوره معاكسه له في الجانب الاخر. تمام؟ يعني لو بصينا هنا احنا قلنا هو جسر يربط بين عالم الاحياء وعالم الاموات. فهنلاقي ان فكره السيمتريه نفسها، هنلاقي ان المصري القديم عامل هنا زي جسر بيربط بين الكونين. وهنلاقي بيظهر هنا مثلا هو عامل 2 باب، بما ان المقبره لشخصين فهو عامل 2 باب وهمي، باب خنوم حطب، والباب الثاني ني عن خنوم. طب البيبان دي ليها اسم؟ ما هو الباب الوهمي احنا قصدي يعني بيكون ليها اسم معين، يعني بنسميها على اسم حاجه معينه؟ لا، هو كان المصري القديم احنا قلنا كان اعتقادنا احنا ان هو كان لتضليل اللصوص. يعني بعد كده هي في حجره الدفن، بس زي ما قلنا ان ده ما كانش بيتماشى او بيتناسب مع العبقريه الهندسيه والفنيه بالنسبه للمصري القديم. فهو قلنا هو بيحاول يجسد نوع نظريه السيمتريه، واحنا شرحنا يعني ايه سيمتريه، اللي هي مرآة الكون، ان هو بيفترض وجود كونين. فالانسان المصري القديم لما كان بيموت، اللي هو لما كان بيعيش ثم يموت، هو بينتقل من عالم الاحياء، من الكون اللي احنا موجودين فيه للكون الاخر. فدي كانت بتمثل في الباب الوهمي. فهنلاقي منظر بيمثل صاحب المقبره وهو بيتلقى القرابين، والقرابين زي ما قلنا هي كانت الباعث للمتوفى في العالم الاخر. تمام؟ هي الوسيط بين عالم الاحياء وعالم الاموات. فهنلاقي مثلا يعني تقديم القرابين زي ما احنا في التراث الشعبي المصري عندنا احنا مثلا زياره مقابر الاولياء. تمام؟ في طقوس معينه وفي اوقات معينه، وتقديم القرابين اللي هي زي ما بنقول بالمثل الشعبي طلعت القرافه عندنا. فهي نفس الفكره، الانتقال بين عالم الاحياء وعالم الاموات. في تاني اللي هي تقديم القرابين برضو زي ما قلنا تفعيل الاخ. يعني ايه الاخ؟ الاخ هو الاسم الهيروغليفي للجسد، كلمه الجسد. فهنلاقي مثلا في عندما بالنسبه للملك سنوسرت الاول لما جه يبني المعابد والاهرامات بتاعته وتقديم القرابين، بيقول ان هو بيقدم ما من شأنه تفعيل الاخ، والاخ هي احد الاجسام ال9 للمصري القديم اللي هو الجسد. تمام؟ فهو هنا الباب الوهمي بيمثل مرآة معكوسة من العالم اللي احنا بنعيش فيه للعالم الاخر الاموات. وقلنا ان هو ده الجسر اللي بيربط بين العالمين. المقبرة بقى بيخشوها منين؟ المقبرة ليها مكان تاني
اللي هو فيه حجره الدفن الاساسيه زي ما قلنا اللي هو مفقود جوه الجبل، وهو دي اللي موجود فيها اللي كان موجود فيها التابوت. لا مش الاوضه دي. احنا قلنا احنا كان اعتقادنا هو ممكن يكون الباب الوهمي كان معمول كنوع من تضليل اللصوص، بس احنا قلنا ان ده ما يتمشاش مع عبقريه المصري القديم، لان الابواب الوهميه موجوده في كل المقابر القديمه. فهو زي ما قلنا جسر يربط بين عالم الاحياء وعالم الاموات. طب هي الحاجة اللي هي الحاجات اللي كانت موجودة القرابين ممكن تكون كشكل رمزي، يعني ممكن تكون فعلا قرابين كانت حقيقيه وبتتقدم بالنسبه للمقيمين على المقبره نفسها، فهم كانوا بياخدوها بالنسبه زي المقابر زي الكهنه في المعابد. ما هي المعابد كان بيتقدم لها القرابين، فالكهنه اللي كانوا مقيمين على خدمه المعابد كانوا هم بيتولوا تدبير شؤون القرابين، سواء بقى لحوم، خبز، جعه، كل انواع القرابين اللي هي قلنا هي احد وسائل الاتصال بين عالم الاحياء وعالم الاموات. احنا كده نكون استعرضنا معاكم حلقة مقبرة الأخوين بما فيها من مناظر ونقوش، ونشوفكم في مقبرة تانية جديدة إن شاء الله في برنامجنا مصر جميلة، ونشوفكم حلقة جديدة إن شاء الله.